هل امبراطوريه بلبن فعلا بدات تنتهي؟ تخيلوا الفرع ده، فرع الحصري، الساعه 8 المغرب كان بالمنظر ده، وسالناهم على الترند الجديد بتاعهم لهاليب ويحيح، وقال لنا مش موجوده الا في الفرع بتاع الشيخ زايد الجديد. تخيلوا الفرع ده بالحجم ده ما فيهوش الا كميه الناس دي بس. عموما يلا بينا. طلبنا 3، واحده بالطعميه، واحده بالمانجا، واحده بالمسحب. دول تقريبا افضل 3 شفت لهم تقييمات جامده جدا على السوشيال ميديا. اول حاجه الايس كريم، هي بنايه صغيره كده وبيتحط فيها بوله من الايس كريم وتدخل على طول في المكبس، تتكبس لمده 30 ثانيه بالظبط. ودي كانت الطعميه، والزياده فيها صوص الشوكولاته برده نفس الكلام. تخش المكبس توحوح تطلع انت تيحيح. يلا بينا نجرب لهاليب ويحيح. اول حاجه بدأناها بسندوتش الطعميه. الصراحه العيش كان كريسبي جامد جدا من بره، مقرمش. بس يلا بينا نخش على الايس كريم. طعميه مش زي اللي احنا بنشوفها في الريفيوهات تماما. الايس كريم اللي جوه اللي بنشوفه في الريفيوهات دايما بتبقى كريمه بيستاشيو، ده فانيليا بس، طعم مش باين، ميكس غريب جدا. الصراحه مش عجباني. يلا بينا نخش على اللي بعديها، ايس كريم المانجا. الصراحه هنا الايس كريم يجب ما قبله. طعم الايس كريم حلو جدا، طبيعي. الميكس مع الفينو والكايزر حلو، شغال، مقبوله، يعني ممكن افكر اطلبها تاني. نخش على اخر حاجه، المسحب اللي كان واخد طبقه كراست كده، كانت منشفه الساندوتش. طعم الشوكولاته اللي حوالين الايس كريم احلى حاجه في الساندوتش، بس برضو ما اطلبهاش، يعني ما تجيش على مزاجي. من الاخر الاختراع دوت جله من بلبن، ولهاليب ويحيح يح على الاخر.